أول في ضواحي مدينة كسلة في السودان بيمر عليك مشهد غريب. جماعة بسحنات عربية وبلهجة بدوية سعودية خالصة يرحبون فيك ويتسابقون على استضافتك، وتشك هل أنت في السودان ولا في السعودية؟ هالمشهد بيتكرر معك في مدينة مصوع الأريترية. هم يستقبلونك بأنغام الشيلات والرقص الحجازي بالسيف. عن هجرة الرشايدة لأفريقيا، مالك بالطويلة، وش سالفة الرشايدة وهجرتهم؟ عام 1872 أرسل محافظ منطقة سواكن في السودان رسالة عاجلة للوالي في الخرطوم يقول فيها: وصل إلى بر العجم من بر العرب قوام 1000 فارس على السنابيك، ونزلوا في الساحل ويحملون السلاح الناري ومعهم عوائلهم وأطفالهم. يسأل في الرسالة يقول: هل نرجعهم إلى بر العرب ولا نتركهم؟ يرد عليه الوالي بأنه يمهلهم 6 شهور ويقيم الوضع. بعد 6 شهور أرسل أنهم أحيوا الأرض وزرعوها وأنهم مفيدين لزيادة الضرائب، فأمر والي الخرطوم بتركهم. هذول ال1000 فارس اللي وصلوا كانوا آخر فوج من المهاجرين الرشايدة اللي ارتحلوا من الحجاز لإفريقيا على السنابيك، واللي كانت نوع من السفن المعروفة في دول الخليج. اللي يقول يا ناس ده العناب حقه حجيجة من نجد رينا ومن شمال المدينة، هجدودنا اللي هاجروا بالسنابيك من المحل ما هاجروا من قبيلة بني رشيد أهل البكار المشايف 70 نامت وهي منهم حزينة. بني رشيد من قبائل الجزيرة العربية اللي هم امتداد لبني عبس، القبيلة اللي منها فرسان كبار مثل عنترة بن شداد. هجرتهم لأفريقيا ما كانت نشاز في التاريخ، فالجزيرة العربية أصلاً عبر تاريخها شهدت هجرات مختلفة لقبائل مختلفة. هجرة الرشايدة مع بعض فروع القبائل اللي تحالفت معها كانت آخر هجرة جماعية قبل تشكل الدولة الحديثة والحدود الحالية.